هندور وندور ونلف السبع بحور ونجيب لكم قصص من الخيال. هندخل مع أصحابها ونعيش جواها. بس قبل ما نبدأ ونقول يلا بينا نصلي على الرسول. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كانت هناك بحيرة بتحيط بيها الأعشاب الخضرة والأشجار الجميلة والجبال من كل مكان. وعلى شواطئ البحيرة كانت موجودة أشهى أشجار الموز، واللي كان عايش فوقها قرد كبير. وكانت البحيرة مليانة بالتماسيح. كان هناك تمساح واحد بيجي كل يوم لجمع الفواكه اللي بتقع من على الأشجار. وكان التمساح بيزور الأشجار دي كل يوم لحد ما بقى صديق للقرد. وكان التمساح والقرد بيتقابلوا كل يوم ويلعبوا مع بعض. ساعد القرد التمساح وجاب موز كتير من الشجرة، واستمرت علاقتهم وكانوا قريبين جدا من بعض. وفي يوم من الأيام طلب التمساح من القرد شوية من الموز علشان يديها لزوجته. وكانت الفاكهة في اليوم ده لذيذة جدا. وافق القرد واداله الكتير من الفاكهة اللذيذة. أخد التمساح الفاكهة وعطاها لزوجته وأطفاله. كانت زوجته في غاية السعادة، وأول ما أكلت الفاكهة وحست بطعمها اللذيذ سألت زوجها وقالت له: جبت الفاكهة دي منين؟ قال لها: التمساح من صديق القرد اللي بيعيش على شجرة الموز، هو اللي اداني الفاكهة اللذيذة دي. قالت زوجته: يعني القرد بياكل كل يوم من الفاكهة اللذيذة دي؟ قال التمساح: أيوة. قالت الزوجة: ياه، ده قرد محظوظ جدا. تخيل كده ازاي يكون طعم قلبه، أكيد هيكون لذيذ جدا. انت لازم تجيبهولي علشان آكل قلبه. اتصدم التمساح من الكلام اللي سمعه من زوجته وقال لها: لكن ده صديقي. لكن الزوجة أصرت على كلامها وكررت الكلام مرات كتيرة، وقالت له لازم تستدرجه للمية، وأكيد هو ما بيعرفش يعوم. وبعد الإلحاح المستمر من زوجته وافق التمساح على إنه يستدرج القرد لزوجته علشان تاكل قلبه. ووقت ما كان القرد بياكل الموز من على الشجرة راح له التمساح وقال له إنه بيدعيه لطعام جديد ولذيذ، لكن شرط عليه إنه يعبر معاه للضفة التانية من البحيرة. وافق القرد بسعادة وقال للتمساح: لكن أنا معرفش أعوم، إزاي هعدي البحيرة دلوقتي؟ وقتها قال التمساح لصديقه القرد: ما تقلقش، انت معليك إلا الركوب على ظهري، وأنا هاخدك بأمان للشاطئ التاني. وفعلا قبل القرد وركب على ظهر التمساح ومسك فيه بكل قوته علشان ما يقعش في البحيرة ويغرق. حاول التمساح أكتر من مرة إنه يرمي القرد في البحيرة، لكن القرد كان ماسك فيه بقوة، وعلشان كده موقعش في المية. بدأ القرد يشك في نوايا التمساح
وطلب منه إن يقول الحقيقة. قال التمساح إن زوجتي طلبت مني إني أجيبك ليها علشان تاكل قلبك اللذيذ. قال القرد الذكي: يا صديقي العزيز، كان لازم تقولي كده قبل ما نعبر البحيرة، لأني سبت قلبي على فرع من فروع الشجرة، لأني مش باخده معايا في السفر لمسافة طويلة. لو أخدتني للشجرة هقدر أجيب القلب ليك. وفعلا قبل التمساح إنه يرجع القرد للشجرة من تاني. وأول ما وصل بيه للشاطئ نط القرد على فروع الشجرة لفوق، وقال للتمساح: انت صديقي لكن خدعتني، وأنا مش هكون صديقك بعد النهاردة. فهم التمساح إن القرد خدعه هو كمان، فرجع لزوجته لوحده بعد ما خسر صديقه المخلص. وبكده خلصت قصتنا. هتوحشوني جدا من النهاردة لحد القصة الجاية. بحبكم جدا في الله. مع السلامة في يوم جديد وقصة جديدة إن شاء الله.